مشكلتي ان انا ما بخافش وما بتهددش. تقفلوا صفحات، تبلكوا اكونتات، ولا شاغلني، لان الموضوع معايا ولا موضوع فلوس ولا موضوع ريتش. انا واحد مشكلتي حاجه واحده، انا بفتح الكاميرا واللي في قلبي بقوله واللي في دماغي بعمله، ولا بخاف من حد ولا بجيب ورا من حد. انا من شويه شفت بودكاست لعبد الرحمن مجدي مع صالح موسى، بيقول انه لما كان بيلعب صالح موسى كان بيلعب في الزمالك ولعب في الداخليه ولعب في المقصه، لعب لف كده على كذا نادي يعني. قال لك لما كنت بلعب ضد النادي الاهلي الوقت كان بيخلص والاهلي مثلا يبقى متعادل او خسران، ويقولوا للحكم ان الوقت خلص، يقول له ما اقدرش اصفر. بيقول لك ما كانش بيقدر يصفر الا لما الاهلي يجيب جون. وبنقول على نفسنا ملوك التسعين. انا مش عارف الحكام ليه بتخاف من الاهلي، يعني ليه بيعملوا حساب قوي للنادي الاهلي؟ لا وسرد او قال، عشان بلاش سرد دي، يعني قال موقف بعد كده. قال لك انا كنت بلعب ضد الزمالك ايام ما كان بيلعب في الداخليه، وضرب محمد ابراهيم لاعب نادي الزمالك بالدماغ، فتح له وشه 4 غرز. بيقول لك انا خدت طرد ومحمد ابراهيم خد طرد، وانا خدت ايقاف 8 ماتشات ومحمد ابراهيم خد ايقاف 6 ماتشات. مش دي الوساخه. هو الوساخه انه طلع قال لك ان الحكم اتفق معاه ان يقول في التحقيق ان محمد ابراهيم شتمه، علشان الحكم كتب كده. الحكم ما سمعش محمد ابراهيم شتمه، بس كتب في التقرير كده عشان محمد ابراهيم يتوقف 6 ماتشات. يعني بص، هنا في كيل بمكيالين من الحكام. ربنا قال اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، فالحكام دول بيحكموا بين بني ادمين، فلازم يبقى حكم بالعدل. لكن انا ما اعرفش ليه الحكام بتخاف، يعني ليه الخوف؟ ليه الخوف؟ يعني في الاول وفي الاخر اللي بيهددك ده بني ادم زيه زيك. يعني اذا اجتمع اهل الارض على ان ياذوك بشيء لن ياذوك بشيء الا قد كتبه الله لك، فمش هتتاذي بحاجه الا ربنا كاتبها لك. فاحكم بين الناس بالعدل. ليه لاعب يتوقف 6 ماتشات وهو ما عملش حاجه؟ ليه بتكيل بمكيالين؟ مع النادي الاهلي ما تقدرش تصفر، ومع نادي الزمالك تدي طرد اللاعب لا يستحق الطرد وتوقفه 6 ماتشات. والاوسخ ان انت تتفق مع صالح موسى انه يقول ان هو شتمه، وده ما حصلش وما سمعتوش. يعني والله العظيم يا جماعه الكوره في مصر بقت حاجه قذره، والله العظيم كوره قذره. وطبعا انا عارف بقى اللي يقول لك انت مش اهلاوي، انت مش عارف ازاي اهلاوي. يا عم تعبتوني، اعتبروني مش اهلاوي، اعتبروني محايد، اعتبروني واحد مصري اريحك. ما تعتبرنيش، اعتبرني اسباني، بعد كده اعمل لكم فيديوهات بتشيرت ريال مدريد الاسباني. بس الواحد يطلع يقول كلمه الحق. ليه الكلب مكيالين؟ ليه الخوف اصلا يعني؟ ليه الخوف؟ انت راجل حكم، يعني هو الحكم ده ربنا هيحاسبه. يا ريت يا جماعه نتقي الله، يعني يا ريت الحكام تتقي الله، يعني خوف من ربنا بس لا اكتر ولا اقل. يعني تقول لا، اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر واللي ياخد بطوله ياخد بطوله، بس اللي تشوفه احسبه. اللي تشوفه احسبه ايا كان على لون التيشيرت اللي انت شايفه، ابيض احمر اصفر اخضر، بس اللي انت شفته عامل اللعيبه كلها يا عم على انها واحد. اللي بياخد 20 مليون واللي بياخد 100 مليون زيه زي اللي بياخد 15,000 جنيه. ايه المشكله؟ ليه يعني بتشوف الاحمر بتخاف وتشوف الابيض تدي طرد؟ وفي الاخر بنقعد نقول ان الزمالك بيدعي المظلوميه والاهلي ملوك التسعين ملوك 90 ايه وقرف ايه؟ اطلعوا بقى قولوا بقى على صالح موسى كبر وغرف، اطلعوا قولوا عليه كان عاوز يروح الاهلي والاهلي رفضه، اطلعوا طلعوا عليه اي اشاعات. هو ده اللي بناخده.